ما يحدث اليوم مع حفيظ دراجي أمر غير مقبول إطلاقا. نحن نتحدث عن أحد أكبر الأصوات في التعليق الرياضي العربي، صوت رافق الملايين في أكبر البطولات، وفجأة يتم طرده بهذه الطريقة. هذا قرار صادم ويطرح أكثر من علامة استفهام. إذا كان التعبير عن الرأي أصبح جريمة داخل المؤسسات الإعلامية فهذه كارثة حقيقية. حفيظ دراجي ليس مجرد معلق عادي بل رمز إعلامي، وما حدث معه اليوم إهانة لكل إعلامي حر ولكل من يؤمن بحرية الكلمة. أنا حفيظ دراجي، واليوم تم طردي فقط لأنني قلت رأيي بصراحة. يبدو أن قول الحقيقة أصبح جريمة في بعض الأماكن. ما يحدث أمر مخجل لكل من يؤمن بحرية الإعلام. لن أخاف ولن أتراجع، لأن الكلمة الصادقة لا يمكن إسكاتها مهما حاول البعض ذلك. نوليو الموضوع ديال حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي تبع الشرفاء، ونهار هو تبع الشرفاء ديال المغرب ومنه وكاس افريقيا كامله، وهو تدوينات ديال التاليه ديال قال لك بغى سلسله رمضانيه. شو ربي كيفاش يدير، راه معذب في الخليج راهم معذبين، والبارح بايت بلا الواد غير اللي يقول له خرج علينا منها، اللي يقول مجري اللي ما خلاوه ما داروا فيه. الخارجيين بهدلوا حفيظ الدراجي. شوف ربي كيفاش يدير هذاك الذبانه، تكون دبانته طاح عند الخارجيين عندهم مشاكل، الناس كاع متضامنه معاهم لانهم مسلمين، وهذه صراحه. وهو باغي يجر باش تعرف الخطابات ديالو. هذا الانسان كانوا يهضروا معاه بالتليفون منها دير منها مع المغرب. البارح مسكين غلطه ديال عمره، طاحوا عليه كاملين. باش تعرف حفيظ الدراجي اللي تبغي باغي دير ترند وباغي دير البيوت. ها انت البارح بهدلت روحك اصاحبي، بهدلت روحك. الخليجيين كاملين يسبوا فيك، ما خلاولكش. كي اعلاميين كي القطريين قالوا خرج بعدنا من بلادنا. انت ما فهمتش انت واش بنادم بشر. شوف راه اللي تبع الانظمه بحال هكا نقسم لك بالله تكمل عليه مال. تبع الانظمه بحال هكا روح شوف اصاحبي، كون حر كون ديال روحك. اللي تشوفه صح تبعه، ما تبعش اصاحبي النظام غادي يديك الواد انت غادي موراه. ماشي تبعش واحد الحاجه وطيح على الشرفاء المغاربه مساكين اللي ما دايناش كاع فيك. دعاو عليك دعوه طرق ساقيه روح. ها انت درك دير لك مع الخليجيين. درك كنا نقولوا لك ونحذروك وديها في راسك وقعد في كره القدم، وبهدلوك البارح. واش يقول لك قعد في كره القدم انت داير تدوينه قداش وناضي محيحه وخواف. انا غدير تدوينه منها وتمحي منها، وفي التالي اليوم مشيت ترقعها. راه هضروا معاهم وراهم يا ودي خليهم طبلات. شوف نزيد لك واحد الحاجه حفيظ الدراجي بقات 3 شهور. احسبها من اليوم على واحد 3 شهور غادي تفارق كاع هذيك الشمعه اللي كانوا مخدمينك فيها، وغادي تولي كاين مال مرتزق قاعد خاوي، لا خدمه لا ردمه. العلاقات غادي تولي مع المغرب مليحه. وبالسيف عليك حفيظ الدراجي، وبالسيف على اللي راهم مخدمينك بلا ما ندخل معاك كل شيء بالسيف عليكم. هذوك اللي مخدمينك بالسيف عليهم كل شيء غادي يتريك، واش غادي يولي الخط. ايوا انت واش غادي دير؟ انت تقعد داير كي الاخر ما عارف راسك، لا واش تمشي هاك لا واش المغاربه بقاو يضحكوا عليك. انا بعد اول واحد غيبقى يضحك عليك نجبرك قاعد لانه تبقى شيطان. انسان ديال الفتنه وشيطان خرس. انت من الله القسم ما فهمت فيك حتى شي حاجه، تبقى غير شيطان من الاخر. لانه الناس غادي يترانجاو وتجمع الامور كلشي يتقاد عندها 3 شهور ولا ما ميم با كاع. هادشي كتشوفو في العالم كامل والتحولات وهاد التخربيق. انت جاي البارح باغي تمشي جامع قلت لعل وعسى ساعه واحد تشوف بيتك بلا رقود طاحوا عليك الليل كامل وانت تخمم. باش مره اخرى تعرف تكتب، مره اخرى خليك كره القدم. روح غني غنيت كره القدم وعيش مع كره القدم واختك من الاستفزازات. ولا نهار كامل تستفز في المغرب جيت دور واليوم طاحت على راسك. شفت كيفاش دير الدوره الدنيا كيفاش تدور تولي على مولاها. الله يعافى الدرجه اللي تبهدلت انا. بدا حسيت واحد صغير اليوم والله الا حشمت كاع بلاصتك. شفت بزاف تدوينات راني شايف 200,000 تدوينه هذيك اصاحبي. تدوينات طايحين عليك ديريكت. ودي اللي ما يكونش تابع طريق الصح وما يكونش تابع حقاني. واش يصرى يكمل عليك هاك. الدوري المغربي ما شاء الله. انت تشوف انا ممكن نقول لك كلمه على الدوري الجزائري، الدوري المعفن اللي عندنا اللي الناس ما قادرش تلعب فيه. شوف الدوري المغربي كيفاش تلعب في الملاعب العالميه والاناره والدنيا وملاعب كاملين ما شاء الله. البارح كيتفرجنا في 4 ديال الملاعب 3 ديال الملاعب، والبارح 3 ديال الملاعب العالميه. ناس جات العالميه وانت مازالك اصاحبي ما قادرش تتكلم على سيادك اللي معفنين البطوله. اللي غارقه البطوله في الرشاوي، غارقه في الفساد، زيد لها المصيبه الكحله. ما يمكنش اصاحبي. بنادم كالي اللعابه كالي هذيك وعافسين على كل شيء. لعبوهم في رمضان مع 2:30 ديال النهار الوحده لعب معليش. وتجي تهضر على سيادك اصاحبي كونك راجل اصاحبي وكونك واقعي وتكلم على العفن اللي عندنا ولا تخاف. مازال ما درتش منشور على البطوله ديالنا المعفنه. مشيت دير منشور على البارح الحوايج اللي بعاد عليك وكبار عليك وخاطيك في التالي نقلبوا عليك. انا ما بقيتش دير منشور قول منشور البطوله المغربيه فين تلعب. والملاعب العالميه تلعب فيها البطوله المغربيه ومع 10 ديال الليل والناس كلات وشبعت حريره وشبعت كل شيء ومشات تفرج الماتش. وصل التراويح وصل كل شيء ومشيو تفرجوا الكره عادي. بصح انت لا انت مقابل المغرب تراك. البارح الواحد شوف البارح تقلبت عليك كامل الدنيا كاع الناس كرهاتك اصاحبي.
دقيقه كان اللي كتب لك تبدا في دقيقه نقلبت عليك كامله. فرحان زعما عندي 10 المليون اروح نبدل الراي العام. بقيت نبدل الراي والعالم تقلب. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو باغي نشكر جميع المغاربه اللي كتابوناو لايك الفيديو. شكرا لكم على الدعم ديالكم، نتوما كتعاونونا حنا كنهضروا على الوطن ديالنا. وشكرا لكم على الدعم. كنتمنى منكم كاملين تكتبوا لنا في التعليق حاجه واحده، ديما مغرب الله الوطن الملك، وتحياتي لكم الجميع. كان باغي نهضروا على واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، ديال الاعلام الجزائري. علاش كيكرهوا المغرب؟ حفيظ الدراجي بزاف ديال الاعلام الجزائري كيكرهوا المغرب. باش نكونوا واقعيين، المغرب مؤخرا في هذه الاعوام الاخيره كيدير واحد المستوى اللي هو كبير فاش في كره القدم، وهاد الصحافه متخصصين في كره القدم. باش انه يكون عندك جارك انه وصل واحد المستوى اللي كبير وغادي تبغيه صعيب. كتلقى خوت وكتلقى فيهم دوك اللي ما كيبغيوش بعضياتهم، كتلقى خو تيحسد خو. مع ذلك انه حنا مع الجزائريين سياسيا ماشي مزيان، حنا والجزائريين يعني ماشي مزيان. وبان كتشوف الاعلام الجزائري ما كيحملوش المغرب. انا نقول لك علاش ما كيحملوش المغرب، لان المغرب في كره القدم، انا نهضروا حنا على كره القدم، حنا ما نهضروش على سياسه ولا نهضروا حنا على كره القدم. ان المغرب واعر على الجزائر، يعني حد الان المغرب متفوق على الجزائر في كلشي. كره القدم النسويه، كره القدم ديال الشباب، كره القدم ديال الكبار، يعني المغرب حاليا بروميان على الجزائر وبروميان على العرب. حاليا المغرب في الرتبه الاولى في افريقيا، في الرتبه الاولى في العرب، يعني المغرب حاليا توب في العرب. داكشي باش الاعلام الجزائري ما كيحملوش المغرب. وهذا الشيء علاش الاعلام الجزائري ديما فاش كيهضروا على المغرب كيبغيو يطيحوا به، هما عارفين بانهم كيبردوا على راسهم. اما المغرب واحد المستوى اللي هو كبير. كنقولوا بان بزاف ديال الصحافه في كاس افريقيا الجزائريين دخلوا لاراضي المغرب، ولكن ما خلاوهمش يدخلوا، لانه فاش كيكونوا في الجزائر كيشوفوا بزاف ديال الصحافه ديال الاعلام الجزائريين كيعيروا المغرب، يعني كيطيحوا بالمغرب. ومع ذلك جايين سيدي قالوا لك بغاو يدخلوا المغرب، يعني عادي جدا، ما خلاوش. كما كنقولوا على القرع ديال الراس حتى هو ما بغاوش يخليو يدخل. كنقولوا حفيظ الدراجي كانوا ما عرفتش، المهم كان ناض واحد المشكل بانه حتى هو ما غاديش يدخل اراضي المغرب. حنا ما يمكنش واحد صحفي انه يشد عام كامل ولا عامين كاملين يبقى يسب لك وفي الاخر غادي يجي لبلادك، يعني عادي جدا. وكنشكروا السلطات المحليه اللي ما خلاوش هذا الاعلام الجزائريين يدخلوا لاراضي المغرب، اللي ما قالش كلمه العبره. دخل شفتهم انهم كيديروا اعلام ديالهم، كيقدموا داك الشيء التخصص ديالهم في كره القدم، ولكن واحد الاعلام باش انه يشد بلاد كيرشمها في الهضره في البلاد ديالو، وفي الاخر يجي يبغي يدخل الاراضي ديال المغرب، يعني بحال ما وقع حتى شي حاجه. سلما جدا انني نجي ندخل المغرب وعادي جدا. حنا ما كنرحبوش بالناس اللي ماشي يبغوش المغرب. حنا في المغرب ديالنا بنادم اللي بغانا كنقولوا له مرحبا الله الوطن الملك، اللي جاب مرحبا، ولكن تكون سالم هالم كما تنقولوا حنا. كنشكر جميع المغاربه. باش نقول لكم بان هذه القناه هذه كنوجدها ان شاء الله كاس العالم 2026. ما عليكم تابونا، لايك الفيديو، دعمونا. معكم خوكم زهير من المغرب، وتحياتي للجميع، تحياتي للناس كاملين اللي كيدعموني في القناه ديالي. كنعرف بانه ما كنقدمش واحد المستوى اللي هو يقدر يدور بزاف، ولكن بانني كنبغي بلادي، كنهضر كنعطي واحد المساله. تحياتي لكم جميعا، كنتمنى منكم الدعم. شكرا لكم على الدعم. السلام عليكم.